طبعا حق الاهلي، لانه من الاول الوضع كله وضع عبثي. حته بس عايز اضيف عليه على شابوني وجو بيقولوا احنا شفنا حالات انسحاب في كل الدول، كله اتخصم منه 6 نقط. وانا شفت حالات الانديه ما بتدفعش مديونيات وبيطلع لها رخص. طبعا هنا شادي يا جماعه طلع ترند من امبارح عند الاهلاويه عشان يقولوا ان هو قد ايه جامد، لدرجه ان الزملكاويه اللي كانوا قاعدين ما عرفوش يردوا عليه. بس انا هنا بقى جاي ارد عليه. طبعا هنا انا عايزه اقول اول حاجه، بس معنى ان انت جبت سيره الزمالك وان كل الفرق بتتجامل، ده معناها ان انت نفسك اكدت معلومه ان انت اتجاملت. لان انت بدل ما تطلع بحيثيات القرار وتقول ان ده اللائحه ومش عارف ايه، لا انت تطرقت على طول ان الزمالك كمان بيتجامل. ده اعتراف منك واضح وصريح ان انت اتجاملت. ده اولا. ثانيا انت قلت ان الزمالك بيتجامل، صح؟ مع ان انا مش فاهمه ازاي الزمالك ممكن يتجامل وهو معاه 14 دوري في حين ان انت معاك 44 وداخل على 45. بس طيب احنا بنتجامل، مش انت قلت نقطتين؟ تعالى نرد على النقطتين. اول نقطه انت قلت عن المديونيات والرخصه. طبعا حضرتك لو فاهم في القانون هتعرف ان المديونيه ما تقدرش توقف الرخصه بتاع النادي الا في حاله واحده، ان يكون في حكم قضائي. زي مثلا ساعه قضيه باتشيكو بمدرب الزمالك السابق، لما خد حكم كان قبل استخراج الرخصه بوقت بسيط جدا، فكان فعلا احنا كنا مهددين ان الرخصه تتسحب. بس احنا عشان احنا طبعا عارفين القضايا دي كتير وكده كنا متوقعين، فطلعنا على اللجنه الكونفدراليه السويسريه وطلبنا مهله وادتنا مهله فعلا. عشان كده احنا ما توقفلناش الرخصه. طيب تاني حاجه انت قلت على موضوع وقف الجمهور ان احنا اتجاملنا فيه. طب لو احنا اتجاملنا فيه ازاي واحنا توقف لنا الجمهور كذا مره؟ طيب في حين ان انت شتمت لعيبه عندك وفي الفرق المنافسه وما توقفتش، تمام؟ طيب شتمت نادي بيراميدز بس بالمسمى القديم فقلت الاسيوطي فما توقفتش، مع انك شتمت نادي اخر وهم عارفين انت قصدك على مين وما توقفتش. ده تحايل على القانون ولا لا؟ طيب انتوا ضربتوا بعض في المدرج وكسرتوا الكراسي وما توقفتوش. ممكن تقولي بقى مين فينا اللي اتجامل لحد دلوقتي؟ بس طبعا محدش عارف يرد عشان انتوا عارفين ان انتوا غلطانين وبتقوحوا. المشكله ان الاهلاويه يا جماعه بيبقوا مقتنعين ان هم غلطانين وبيطلعوا يقوحوا. احنا لما بنبقى غلطانين كتير مننا بيطلع يقول ان احنا غلطانين، بس الاهلاويه لا.